مشاهدي قناة رؤيا، أهلا وسهلا بكم معنا في هذا اللقاء والحوار الخاص. إذن اليوم يتواجد معنا ضيف لطالما تعودنا على صوته وتعليقه في مباريات المنتخب الوطني الجزائري وكذلك مباريات الرابطة المحترفة الأولى. إذن ضيفنا لنهار اليوم كبرنا معه منذ نعومة أظافرنا، هو الإعلامي والمعلق الجزائري بلال بناري الذي سنتعرف عليه مشاهدينا مع بعض أنا وإياكم. لكن قبل هذا نرحب به مع بعض. بلال، أهلا وسهلا بك، شرفتنا بحضورك لهذا اللقاء الخاص. تحية لك زميلة شافية، أنا من له الشرف بالحضور والمشاركة في هذا اللقاء والحوار الخاص عبر قناتكم المحترمة الفتية قناة رؤيا. شكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة. الله يسلمك بلال، اليوم احنا جبناك باش نتعرفوا عليك مع بعض أنا والجمهور الرياضي، نتعرفوا يعني كيفاش كانت لك التجربة ودخولك يعني مجال التعليق الرياضي والإعلام بصفة عامة، يعني كيفاش فرضت نفسك في هذا المجال، كيفاش واجهت صعوبات، كيفاش يعني نجحت. بداية بأول سؤال بلال، حدثنا قليلا عن كيفية ولوجك لهذا العالم، عالم التعليق الرياضي والإعلام. أولا شكرا مرة أخرى شافية. بالنسبة لدخول عالم الإعلام والرياضي في قنوات التلفزيون الجزائري يعود لي حوالي 20 سنة من الآن كبداية كمتربص، لكن في الحقيقة أنا كنت تلميذ يهوى كرة القدم، وكنت لاعب كرة قدم وألعب كرة القدم في الأحياء، وكنت مولع بكرة القدم وأنا تلميذ سواء في الابتدائية وسواء في الأساسية وحتى في الثانوي وفي الجامعة، وكنت أزاول دراستي واكتشفت شغفي ورغبتي بالتعليق على مباريات كرة القدم خاصة في سنواتي الثانوية. طبعا بعد اجتهاد ومحاولة نلت شهادة البكالوريا وتوجهت إلى الجامعة، أين درست اختصاص الإعلام والاتصال، ومن هنا بدأت الحكاية فعليا. يعني في الماضي القريب كنت هاويا من خلال ممارستي لهذه المهنة ببعض الكتابات هكذا لنفسي وبعض الملخصات للمباريات أو بعض التعليقات التي أقوم بها سواء مع زملائي في الأقسام أو مع نفسي في داخل غرفتي. لما دخلت الجامعة بدأت تفتح الأبواب لأني أصبحت مشروع صحفي، بما أني بعد 4 سنوات سأصبح صحفي بشهادة الليسانس مختص في السمعي البصري. وبالفعل لما كنت أزاول هذه الدراسة بالجامعة لم أغفل هوايتي وشغفي التي اكتشفتها في نفسي كما قلت لك ربما منذ نعومة أظافري، فكنت أعلق في كل مرة ولا أنسى الكتابة. كنت أتنقل بين مختلف ملاعب العاصمة خاصة حسب إمكانياتي كطالب أنا وزملائي، وأعلق على مباريات من خلال مسجل صوت كنت أحوزه أستلفه، حتى أني كنت يعني جمعت القليل من المال هكذا، اشتريت مسجل صوت خاص بي وتنقل إلى المباريات من تسريح من الجامعة حتى أدخل إلى المدرجات يعني مجانا، وكنت أتلقى الترحاب في ملاعب بلوغين وملاعب 20 أوت وملاعب 5 جويليا وأعلق على المباريات. وفي نفس الوقت كنت أعمل على أني أنجح في دراستي وأنهي حتى أبدأ مساري الفعلي كمعلق محترف. ولما انهيت دراستي وقمت بمذكرة تخرجي كانت في الوثائق حول فريق عاصمي كبير من 26 دقيقة مصور، كانت لي تربصات ميدانية بالتلفزيون الجزائري أين اجتهدت وحاولت وبحثت فوجدت نساء ورجال
فسحوا لي الطريق ورحبوا بي، ودخلت للتلفزيون الجزائري وبدأت المهنة بصفة رسمية سنة 2007. وأنا ممتن لكل من ساعدني يعني بالالتحاق بمدرسة من مدارس الإعلام العربي. يعني حبيت هذه المهنة؟ أكيد، لأنه ليس ربما لاعب كرة القدم هو من يكتشف، الكشاف هو من يكتشف اللاعب. نعم. أما فأنا من أكتشف نفسي وأعرف نفسي، ما يمكن أن أضيفه في مهنة التعليق، ما يمكن أن أقوم به، لأني كنت كما أشرت مهووس بالبطولة الوطنية من خلال المناصرة ومن خلال التعليق على مبارياتها بمسجل الصوت، وحتى البطولات الأجنبية. كنت كراريسي تذكر كنت دائما ما أكتب أسماء اللاعبين وشعارات الفرق على الكراس ودائما يعني تحفظهم. نعم، وحتى الأستاذة والمعلمة تطلب مني أني أتوقف عن فعل هذا، ولكن شغفي وحبي، وبالتالي شجعوني ناس، مع أنه لم تكن سهلة، لأنه تأخذ مسجل صوت وتروح مثلا لملعب 5 جويلية وتعلق لمباراة للمولودية وسط الأنصار من 90 دقيقة. كل واحد كيف يراك، واحد يراك مجنون، والآخر يقول والله شيء جميل جدا يعني رائع، واحد يتمنى لك التوفيق. أصدقائي في وقت ما أصبحت أزعجهم اللي يمشوا معايا، لأني ما بالك يا بلال، ولكن ثقتي بالله كانت كبيرة. قلت لهم سيأتي اليوم الذي سأمتهن هذه المهنة بطريقة رسمية ومحترفة، والحمد لله. بلال، لفت يعني نظري الآن، قلت لي أنك كنت يعني تلعب فيما سبق في الأحياء. علاش ما خيرت يعني تكون لاعب كرة قدم على أن تكون يعني معلق رياضي؟ لا، اليوم كرة القدم كظاهرة اجتماعية شعبية هي الرياضة الأكثر جماهيرية عبر كل العالم، والجزائر ليست هي استثناء في منع عن هذا. الشباب الجزائري اليوم كله يميل للرياضة الشعبية كرة القدم لما يقدمها النجوم من فرجة وإلى غير ذلك، مع أني ربما ضد الفكرة، لأنه كل واحد وإمكانياته. إن كانت إمكانياتك في الرياضات الفردية فتوجه لها، وحتى في كرة اليد وشجع على ممارسة كل الرياضات ليست كرة القدم. كرة القدم هكذا، نحن في أحياء شعبية كبرنا على اللعب، وكن أبائنا حفظهم الله كانوا يصرون على أنه الدراسة هي التي تمر قبل الكرة، فلم يكونوا يحرموننا من لعب الكرة كهواة. أما أننا نلعب الكرة وننسى الدراسة فهذا ما لم يكونوا يتسامحوا فيه. والحمد لله يعني لما نلت شهادة البكالوريا خلاص 18 سنة اللاعب ما بقاش يعني، واصلت مع الدراسة والحمد لله. يعني اليوم أنا معلق على الكرة وليس لاعب. سؤال آخر بلال، لو لم تكن معلق رياضي ماذا كنت ستكون؟ معلق رياضي. ما كاش حاجة واحدة أخرى أبار معلق؟ والله لسه أدري، ولم أفكر في هذا الأمر من قبل بتاتا. لو لم أكن معلق ماذا يمكن أن أكون؟ ربما كنت راح تكون لاعب كرة قدم. ممكن بدرجة أقل، ولكن بما أن ميولي كان منذ سنوات يعني مقتبل العمر 14-15 سنة، وبالتالي وضعت هذه المهنة، مهنة الصحفي، حتى أني في اختيار الجامعة والله لم يمنحوني اختيار الصحافة في بطاقة الاختيار، ولكن عملت وحاولت أني نغير إلى الاختصاص الذي أريده، وبالتالي أردت أن أكون صحفيا، ولله الحمد كان لي ذلك من خلال دراسة هذا الاختصاص لمدة 4 سنوات في الجامعة، وبالتالي التحاقي بالتلفزيون. في أولى بداياتك بمن تأثرت من المعلقين الرياضيين سواء عالميا أو عربيا أو حتى يعني في الجزائر هنا اللي كنت متأثر يعني بهم؟ نعم، شوف التلفزيون الجزائري مدرسة أبدية لإخراج العديد من الأسماء الكبيرة التي أعطت للإعلام الجزائري وفيما بعد حتى الإعلام العربي
العديد من الأسماء التي غادرتنا والتي لا زالت على قيد الحياة. المرزوقي رحمه الله، مخلوف بخزر، نعم. إلى غير ذلك، الحبيب بن علي، بن يوسف وعدية طال الله في عمره، كلها كل في وقته وترك بصمته. بعد ذلك جاء حفيظ دراجي. حفيظ دراجي ربما كنت أميل له أكثر، لأني تقريبا يعني في سنوات دراستي كان حفيظ بدأ في بدايته، وبالتالي كنت أميل لحفيظ دراجي. سؤال آخر يقول لك أن المعلق الرياضي أو المعلق الرياضي دائما ما تكون عنده بداية في التعليق. أنت يعني بلال، ما هي أول مباراة قمت بالتعليق عليها؟ كيفاش يعني كان شعورك يومها؟ كيفاش حضرت لهذه المباراة؟ شكرا. والله فعلا، لأنه التعليق الهاوي شيء، لما كنت معلقا هاويا في الجامعة شيء، ولما كنت معلقا لما بدأت في التلفزيون شيء آخر. أول مباراة تعلقت عليها إن لم تخلني الذاكرة في سنة 2007 بين شبيبة القبائل واتحاد البوليدة بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو. ولكن الشيء الجميل في المسؤولين في القسم الرياضي آنذاك أنه المعلق المبتدأ أو الصحفي المبتدأ لا يترك هكذا لوحده لمصيره، يوقفوا عليه. نعم. وبالتالي البداية تكون مع اسم سبقك في الإعلام. فعلقت بجانب الزميل عبد الحفيظ شايب الذي أتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. إن شاء الله. علقت إلى جانب زملائي الذين تشرفت بالعمل معهم، مع محمد جمال، مع العديد من الأسماء التي يعني كاناليزيوك، يضعوك في المكان الصحيح. فأول مباراة أذكرها بين شبيبة القبائل واتحاد البوليدة. يعني كيفاش كان شعورك يومها؟ يعني حلم تحقق، لأني كنت قبل سنوات قليلة كنت معلقا هاويا مع الأنصار. كنت ألتقي زملائي محمد جمال، مسعود شيشة، سامي نور الدين، كنت ألتقيهم في الملاعب وأمنحهم ذلك التسجيل الصوتي، نقول له اسمع هذا التعليق، يقول لي إن شاء الله. نقول له يوما ما سألتحق معكم، يقولوا لي إن شاء الله إن شاء الله. محمد جمال مثلا وهو يذكر هذه الحادثة في سنة 2004 وجدني في ملعب 20 أوت أعلق في غرفة التعليق بمسجل الصوتي. يومها صراحة مرقتش؟ لا، كنت معلق هاوي. أتذكر على مباراة شبيبة القبائل نصر حسين، قال لي ماذا تفعل يا أخي؟ قلت له أنا معلق هاوي. قال لي علقت واستمع لي. بعد سنوات يعني كانت عندي تجربة قصيرة، وبالتالي من ناحية الفيرب كما نقولوا، من ناحية السلاسة اللغوية لم أجد إشكال في التعليق لما بدأت في أول مبارياتي كما أشرت مع حفيظ شايب. مع ذلك خوف مقابلة الجمهور، خوف أنك تخطئ، لأنه الآن أصبحت يستمع إليك الملايين من 40 مليون جزائري المتابعين. وفي وقتنا أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي الخطأ بحقه والهامش الخطأ يكون. لذلك نضع الصحفي المبتدئ مع واحد أكثر منه خبرة حتى يوجهه، حتى يرفد عليه، حتى يأخذ منه المهنة. كانت عندي خبرة ليس في التلفزيون، تلك الخبرة الصغيرة من خلال الممارسة على الأقل لفتت انتباه المسؤول على القسم الرياضي آنذاك، كان زميل ياسين برويلة، بأني يمكن أن أعطي في التعليق، فوجهني أكثر إلى التعليق، وهو حسن جابر. وبالتالي ما عملته وأنا في الثانوية وفي الجامعة وجدته في القسم الرياضي لما التحقت بالتلفزيون.
والتقيت القامات الإعلامية الكبيرة التي كنت أشاهدها على غرار دريس دقيق، أيضا أتمنى له الشفاء العاجل، بشيري محرز تقاعد إن شاء الله صحي، وكذلك محمد طوزالين والقائمة طويلة من الزملاء الذين تشرفت بالعمل معهم. يعني لما بديت العمل بصفة رسمية مع تلفزيون الجزائري، احكينا يعني على أول مباراة اللي خدمت فيها بصفة رسمية. المباراة الأولى كما أشرت لك مباراة بين شبيبة القبائل، يعني في البطولة الوطنية. لما تدخل التلفزيون قسم رياضي، قامات إعلامية، التواجد معهم في قاعة التحرير يشعرك بالخوف، فما بالك بالعمل معهم. ثم يطلب منك المسؤول أنك حضر نفسك بلال، غدا ستكون في المباراة الفلانية، حكمك استخاف. أكيد القلق هذا، كيف سأظهر في أول مواجهة، كيف سيكون أدائي، هامش الخطأ ممنوع، يجب خاصة أنك كنت راح تقابل جمهور كبير. نعم. كجمهور شبيبة القبائل، ويجب أن أكسب الثقة، ويجب أن أكون في مستوى الثقة التي منحها لي المسؤول. التعليق على مباراة في القسم الأول ليس التعليق على هكذا في كهاوي، وبالتالي وجب التحضير، وجب التركيز، وجب اتباع التعليمات التي يقدمها الزميل الأكثر خبرة حتى لا تقع في الخطأ بين قوسين، ما تحرقش المراحل وما تحرقش نفسك أنت كمعلق. وببداية المباراة أتذكر ببداية المباراة انتابني ذلك الشعور، ولكن بالانطلاقة ومرور الدقائق دخلت في أجواء المباراة وعلقت براحة تامة. لو كان نقول لك بلال، ما هي أجمل ذكرى عشتها في مباراة أو مباريات كرة القدم؟ أكيد عندك ذكرى ما تنساهاش. والله نعم، هذا شيء جميل جدا أنك تكون معلق، تعلق على مباريات سواء البطولة الوطنية وخاصة المباريات الدولية التي يكون فيها المنتخب الوطني طرفا، وبالتالي تشعر بذلك الانتماء أكثر للوطن، وتشعر بأنك تنتمي للوطنية تزيد. أعتقد بأنه المباراة التي بقيت في مخيلتي لغاية اللحظة هي مباراة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم بالبرازيل سنة 2014 أمام روسيا، لما واجهنا المنتخب الروسي، ولما سجل إسلام سليماني. نعم. إسلام سليماني سجل رأسية عدل منها بها النتيجة. تذكرت بأنني صرخت صرخة قوية نابعة من القلب، نابعة من حبي وعيشي لأطوار تلك المباراة، لأن التعادل أو الفوز بتلك المباراة يعني التأهل لأول مرة إلى الدور الثاني من المونديال في تاريخ، ولو أن المنتخب الوطني سبق وأن حقق 6 نقاط ولم يتأهل في سنة 82 لما المؤامرة الشهيرة في رابع مشاركة المنتخب الوطني تمكن من التأهل، وأنا تشرفت وعلقت على تلك المباراة. والله ما زلت أتذكر حتى نص تعليق لما الحكم ترجيت الحكم أنه ينهي الدقائق الأخيرة، الثواني الأخيرة كانت دقائق على الأعصاب. أترجاك سيدي الحكم أنهي المباراة واتركنا نفرح ونسعد ونستمتع بالتأهل إلى الدور الثاني، وذلك الذي حدث. فقلت أتمنى لو كنت طائر أطير بجناحي وأحلق في سماء الجزائر لأشاهدها وأشاهد ذلك المنظر الذي خلفه تأهلنا إلى الدور المقبل. وقلت أيضا اليوم أدركت أكثر من أي وقت مضى بأن والدي راضيان عني، وإلا كيف أتشرف بالتعليق على هذه المباراة. والحمد لله يعني ذكريات عديدة وجميلة،
الحمد لله مازال إن شاء الله الخير، والمنتخب الوطني يزيد يتأهل أكثر من دور إن شاء الله الأول. إن شاء الله نجاح إلى نجاح. احكينا على الأجواء بلال، يعني لما تأهل المنتخب الوطني الجزائري أنذاك في 2014 لما تأهل يعني إلى الدور الثاني، كيفاش كانت الأجواء مع اللاعبين الأنصار اللي كانوا متواجدين هناك، خاصة يعني في البرازيل كان تنقل جماهيري نقولوا معتبر في تلك السنوات؟ فعلا يعني لو نتحدث على تذكر بأن المباراة الفاصلة لعبها المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو في مباراة صعبة، يعني فعلقت على مباراة الذهاب انهزمنا ب3-2 ولكنها نتيجة جميلة. في مباراة العودة المنتخب الوطني فاز بصعوبة براسية بوقرة وتأهلنا، والمنتخب الوطني كان في وما زال على كل في صعود مستمر. الأضواء نمثل كل العرب في المونديال، والجماهير الجزائرية صنعت أجواء استثنائية مثل ما تصنعها الآن، مثل ما تتنقل الآن وتصنع هذه الأجواء، ومثل ما فعلتها في القاهرة وفي كأس العرب أيضا التي توجنا بها. ربما في آخر نسختين من كأس إفريقيا لم تحضر النتائج، ولكن الجمهور الجزائري عنده مكانته العالمية من خلال المؤازرة والمناصرة وان تو تري الجيري، هذه علامة مسجلة جزائرية. طبعا الجمهور الجزائري جامي تغير دائما الروح الوطنية، وعنده يعني المنتخب الجزائري خط أحمر، وين ما يروح يتبعوه يشجعوه يقف معاه يدعموه إلى آخر لحظة. فعلا وهذا الذي أشرت له. المنتخب الوطني دائما يحظى بدعم الجمهور من خلال تنقلاته، من خلال الرحلات التي تنظم وتمنح للأنصار، ويكون الدعم في بعض الأحيان تحضر النتائج فيسعد ذلك الجمهور، وفي أحيان أخرى تغيب فيقول خيرها في غيرها، والقادم أفضل بالنسبة للجماهير الجزائرية إن شاء الله. بلال، تحدثنا عن الأشياء الإيجابية، خلينا الآن نتحدثوا على شوية الأشياء السلبية. ما هي أسوأ ذكرى يعني عشتها ونقولوا ما زالك تتذكرها؟ طبعا في مشواري الإعلامي، في مشوارك الإعلامي طبعا، دائما في المشوار الإعلامي الرياضي. طبعا المشوار ككل مهنة فيه مطبات وفيه صعوبات، صح مازال يعني يقولوا نعم فهمتك يعني، وجب أن نتغلب على هذه المطبات والصعوبات. نحن لما نعلق على المباريات، خلينا مباريات البطولة الوطنية، هؤلاء أبناء بلدنا يتنافسون، نحن نعلق ونصف ونفرح لما يفرحون، وأكيد واحد يتوج بالبطولة والآخر يتوج بالكاس ونفرح له، وهكذا كل موسم تتجدد. أما لما يتعلق الأمر بالنوادي، المشاركات الخارجية والمشاركات القارية، فنحن أيضا نتحول إلى مناصرين، ومثل ما كانت أحسن الذكريات بالنسبة للمنتخب الوطني كانت فيه ذكريات لما يحقق فيها المنتخب الوطني التأهل إلى المونديال، في الخروج من الدور الأول في كأس إفريقيا. ربما أسوأ ذكرى تبقى خالدة بالنسبة لي هي عدم التأهل للمونديال الأخير يعني المونديال الأخير، لأننا كنا قاب قوسين وأدنى من التأهل. حققنا مشوار كبير وخطوة كبيرة في الذهاب، ثم لم تكتب في الإياب. أتحدث عن المشاركات في نهائيات كأس أفريقيا، لأنها تتكرر في 21 مشاركة. نجد بأننا توجنا في مناسبتين، لعبنا النهائي في مناسبة، ربما نصف النهائي في 4 مناسبات، ربع النهائي، الخروج من الدور الأول، وهذا شيء عادي. أما مناسبة المونديال فعندنا شاركنا في 4 نسخ، عرضنا المشاركة في النسخة الماضية، حدث ما حدث، لم نتأهل. هذه حزت في نفسي طبعا، وبقيت ذكرى سيئة نتمنى أن تمحى بالتأهل إلى المونديال القادم. إذن بلال، نبقى يعني في التعليق الصوتي ومع أولى بداياتك. الأكيد أنه كانت أو واجهت العديد من الصعوبات، احكي لنا على هذه الصعوبات اللي واجهتها. الصعوبات موجودة
قبل الالتحاق بالتلفزيون عليك أن تجتهد أولا في دراستك، وعليك أن تحوز على شهادتك، والدخول إلى المؤسسة العريقة، المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، في حد ذاته تحدي كبير، وفي حد ذاته لا أقول مغامرة وإنما تحدي. أنت ستواجه الأرمدة من الإعلاميين المحنكين. كان لي الشرف أني عملت مع إدريس دقيق، مع أسماء ثقيلة في الإعلام، ونقول لك بشيري محرز، ولكن لما يكون ميولك وتركيزك منصب على عملك أكيد بأنك ستتميز، وذلك التميز لن يمر مرور الكرام على المسؤول المحترف. فالحمد لله لما بدأت يعني قلت بأني كنت ممرس نوعا ما في لما كنت هاوي، ومذكرة التخرج تاعي كانت فيلم وثائقي. دخولي كمعلق أثار انتباه المسؤولين. تصوري أني شاركت في مباشر وأنا في السنة الثالثة جامعي، لما طلب مني حسن جابر أني أساعد الزميل إدريس دقيق في بطولة أو في دورة دولية للجودو بملعب بالقاعة البيضاوية سنة 2005 و 2006. فأطلع المباشر مع اسم ثقيل، مع يجب أن تكون الصعوبة في التنافس. أكيد أنت تريد أن تكسب ود الجمهور، وتريد أن تقدم للجمهور أفضل، ولديك أسماء كبيرة أمامك تنافسها، لأنه عندك الأستاذ محمد جمال، عندك مسعود شيشة، عندك سامي نور الدين، عندك حافظ شايب، عندك معلقين من الشرق والغرب، الزميل كذلك كريم عيد عثمان. وجب أن أنافس رغم أنهم ربما أكبر مني سنا وفي بعض الأحيان خبرة، إلا أني علي أن أفرض نفسي من خلال عملي، من خلال طبعا علاقاتي وتربيتي، لأنهم هم من يفسحون الطريق. أنت صحفي مبتدأ صغير مع آخر إعلامي ربما يفوقك 6 سنوات، في نتحدث على كريم و5 سنوات. الإعلاميين الآخرين فارق السن، وبالتالي مفروض عليك أنك تحترم هؤلاء وتتعلم منهم. لا أقول واجهتني صعوبات، يجب أن أقول بأني تلقيت الدعم من زملائي. حاولت من هنا أكيد على مراحل، وأنا أريد ذلك، يعني لا أريد أن أصل إلى مبتغاي بين ليلة وضحاها. لا أريد بمجرد دخولي أن أكون في القمة، أريد أن أصعد الدرج درجة، لا أريد أن أستبق. وفي بعض والفرصة ستأتي، وبالفعل أتت الفرصة من دون أن أحاول أن أقفز أو أن أتجاوز، باحترام، والحمد لله. الحمد لله على كل حال. بلال، هل سبق لك أن علقت يعني في باقي الرياضات، نقولوا في الهوند يعني أبار كرة القدم، هل سبق لك التعليق في هذا؟ فعلا لما تدخل التلفزيون أو القسم الرياضي عليك أن تكون ملم. أنت صحفي رياضي، أنت صحفي رياضي وليس صحفي في كرة القدم، وبالتالي الصحفي عليه أن يكون ملما بباقي الرياضات. أي نعم، أنا اختصاصي نحب كرة القدم، لكن هذا لا يمنعني ولم يمنعني بالتعليق على الملاكمة. في بداياتي وعلقت على بطولات إفريقيا للملاكمة، علقت لما كان بن قاسمية معلقا قويا، حياه سي محمد بن قاسمية كان يدير سهرات في الملاكمة. علقت في البطولة الوطنية للملاكمة، وبإمكاني أن أعلق في الملاكمة وحتى في رياضات أخرى، فيما اختصاصي في كرة القدم. ولكن رسالتي ربما للأجيال القادمة من زملائي الصحفيين أنه يكونوا متعددي الاختصاصات، لأنه لما تأتي دورة ألعاب أولمبية أو دورة ألعاب متوسطية أو دورة ألعاب عربية فيها العديد من الرياضات، وهو الذي حدث مؤخرا في التلفزيون الجزائري. كنتم تشاهدون عدة اختصاصات أكيد. تبث
وبالتالي لازم لها صحفيين للتعليق عليها. فعلا. لماذا بلال المعلق الرياضي نلقاوه يميل غالبا إلى التعليق على مباريات كرة القدم على الرياضات الأخرى؟ يعني احنا في التلفزيون عندنا معلقين تاع كرة اليد، وعندنا معلقين تاع جمباز، وعندنا معلقين تاع السباحة وباقي الاختصاصات وكرة السلة. والآن الجيل الحالي من الصحفيين سيعملون على هذا، وهذه هي استراتيجية القسم الرياضي والتلفزيون الجزائري، أنه تكوين معلقين في اختصاصات أخرى. أما ميلهم لكرة القدم فهذا راجع لشعبيتها، ربما الشهرة والشعبية راي في كرة القدم، ولكن حتى الاختصاصات الأخرى. ونشاهد بأنه اليوم الاختصاصات باقي تشرف الجزائر وتمنح الجزائر الذهب. وشاهدنا رياضية الجمباز الصغيرة كيليان مور، وكذلك أيمن خليف في الملاكمة، كذلك سجاتي في ألعاب القوى. طالما شرفت رياضة ألعاب القوى الجزائر الألعاب البارالمبية برياضيين، وبالتالي هذه الرسالة هي التخصص في باقي الاختصاصات حتى نمنح هذه الرياضات حقها، ليس فقط كرة القدم. أي نعم كرة القدم تفرض نفسها ومنطقها كرياضة شعبية، ولكن هذا لا يعني أن الصحفي لا يكون ملم بباقي الرياضات. الجمهور الرياضي يعني شافك علقت على العديد من مباريات الرابطة المحترفة الأولى، لكن اليوم أنا والجمهور الرياضي رانا حابين نعرفوا فريق القلب لبلال بناري. الفريق القلب بالنسبة لي شافيا، وهذه سأعطيها لك هكذا مباشرة، هو المنتخب الوطني. ولكن فيه يعني صدقيني المنتخب الوطني في القلب، وبعد ذلك تأتي النوادي وتمثيلها القاري. مهما كان نادي الجزائر الذي يمثلنا قاريا، وأثبت هذا والحمد لله في مختلف المنافسات، سواء مع وفاق سطيف أو مع شبيبة القبائل أو مع النادي الرياضي القسنطيني أو مع اتحاد الجزائر مع المولودية مع CRB. أنا مناصر في حدود المعقول لهذه النوادي، بمعنى أقول الحق. أما عن اللي حبيت يدير مشكل مع الجمهور، فريق القلب ربما في لما تكون صحافة في نتحدثوا على إسبانيا، أو ناخذ مثال الدوري الإسباني، فيه معلقين لنادي برشلونة ومعلقين ريال مدريد. احنا ليس هكذا، نحن تلفزيون عمومي، تلفزيون شامل علينا بالحيادية ومع كل أبناء وطننا العزيز. هذا لا يعني أني لا أحب ذلك الفريق، ولكن تحب ذلك الفريق أنت كمعلق خليها في قلبك، لا يجب أن تفصح بها. الحيادية والاحترافية والمهنية هي المبادئ التي تمشي عليها. نقول الفريق الذي نصرته سابقا ربما راح تأثر عليها، لا أقول الفريق هذا منحني فرصة أني سابقا أنجزت عليه مذكرة تخرجي، فقط ذهبوا إلى الجامعة وبحثوا في الأرشيف. ولكن الآن أنا حياتي كل الفرق سواسية عندي. يعني حبيت تقول لي أنك تحب كامل الفرق الجزائرية. بكل صراحة أنا على بالي الفريق اللي تشجع. حتى وقلت سأكذب. الفرق عندي والله سواسية، وتفاعل مع المباريات بعفوية وبعاطفة، والفريق الأحسن اللي قدم لي الأداء الراقي أميل له من خلال التعليق، وأقول لمن أحسنت أحسنت فقط. وهذا لا يعني أني لا أحب الفرق الأخرى أو شيء من هذا القبيل. ومن خلال الفرق العالمية شكون اللي تشجع؟ والله في العالم العديد من النوادي، يعني حتى نقول بأني الفريق الذي أناصره الآن أنا في قادم الزمان كنت مناصرا للبيج ميلان، ونصرت المان سيتي، ولكن غابوا عن الأضواء. وهذا لا يعني أني لم أناصر معهم ريال مدريد، لأنه الريال كان يعاصر ملك إسبانيا، ملك الكرة العالمية، 15 لقب كان حاضر في كل مرة، بمعنى
يترك المجال عام عامين ثم يعود يحضر. وبالتالي هذه نقدر نقولها أنا مناصر لريال مدريد وأحترم كثيرا برشلونة. حتى أنا أناصر ريال مدريد إن شاء الله. يعني فريق الألقاب والملقب بالملك. إذن سؤال آخر بلال، فيما سبق تعرضت لهجوم شرس حتى أنهم اتهموك، نقولوا أنصار الفرق الجزائرية اتهموك نقولوا بالجهوية، ربما ما فهموكش. يعني كيفاش كانت ردة فعلك؟ كيفاش تعاملت مع هذا الوضع؟ والله فعلا يعني اليوم يا أختي الكريمة في عالم الإعلام، في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت المهنة أكثر صعوبة لأننا متاحين للملاحظة وللانتقاد ممن جاء، يعني حتى لا أقول من هب ودب. اليوم أرضاء الناس غاية لا تدرك، والنوادي الجزائرية وأنصارها أنا أعلم درجة حبها وانتمائها وتعلقها بألوانها. ليس من الصعب أنك تردي هذا المناصر وبعد أنصار هذا النادي وبعدين تردي أنصار هذا النادي، ونحن لا نبحث على أرضاء هؤلاء الأنصار على حساب هؤلاء. اليوم نعطي مثال، يلعب فريق من الأقسام السفلى، خليني نقول شباب الزاوية مع شباب الوزداد. شباب الوزداد فريق كبير أكيد. فريق عريق تعرفون بألقابه وبطولاته ومشاركته القارية وأسمائه وجماهيره وثقافته إلى غير ذلك وتتويجاته. نعم. ونهنئهم بالمناسبة بمناسبة النشيد الفريق. نشيد الفريق. نعم. يلعبوا مباراة في الكأس، واليوم شباب الزاوية هذا اللي ما عندوش ربما نفس الألقاب والبطولات والأسماء التي مرت على المنتخب الوطني يقدم في أداء راقي أمام شباب الوزداد. هل بطولات شباب الوزداد وتاريخه تمنعني من أن نقول الحق في كلمة في حق شباب الزاوية؟ ولا أقول شباب الزاوية يمتع وشباب الزاوية يلقن درس وشباب الزاوية يقوم ويفاجئ الجميع. أنصار شباب الوزداد سيفهمون ويقولون والله عنده الحق وفريق رائع وسيحترمون ويصفقون له. ذلك هو الذي يحدث مع المعلق. في بعض الأحيان نوادي من المحترف فريق يقدم الأداء الراقي، وجب أن نشكره على ذلك الأداء وعلى تلك المتعة وعلى ما يقدمه. والفريق الآخر إذا كان خارج الإطار نقول اليوم الجمهور ربما من كثرة حبه الفريق ويتحسس، وإحنا نحاول أن نكون حياديين، والحيادية لا تقتضي أنك لا تقول الحقيقة. نعم. في بعض الأحيان نقول الحقيقة ولو أنها تجيني شوية توجع، بصح الجمهور يفهم بعد ذلك، يفهم ويقول نعم. حدثت العديد واتهمت، ولكن هذا القاموس غير موجود. أحترم كل نوادي، أدرك أنا ابنهم، أدرك بأنه كل فريق في رباع هذا الوطن عنده أنصار ينتمون له وعنده ألوان. الأنصار هؤلاء يحبون، وبالتالي ليس من حقي أن ننقص من قيمة أي ناد في أي مكان. وهذا هو مبدئي من خلال التعليق على المباريات. كيفاش يعني كنت تحس لما كانوا يتهموك بمثل هكذا اتهامات؟ معليش، هي اليوم كما أشرت في بداية الإجابة على هذا السؤال، قلت بأن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الكل ينتقد والكل يقول، ولكن علينا أن نتقبل الانتقاد وفي بعض الأحيان السب والتجريح. نعم، السب والتجريح نتعرض له، ومع ذلك لا يجب أن نلتفت ولا يجب أن نرد. نحن إعلاميين نقوم بواجبنا، والواجب هي في مهنة المتاعب لا يقتضي بأننا نجد الطريق مفروشة بالورود أو أنه تجد إلا من يشجعك، بل بمختلف الأطياف وبمختلف الفئات، والفئات السنية الموجودة مثلا في فيسبوك أو في الآخر ستواجهها أنت، وما عليك إن جاءتك الملاحظة التي قاست الصميم وتقول بلي هذا عنده الحق فيما تفضل به،
فعليك أن تصحح مسارك وتأخذ من العارفين والمختصين والخبراء، وتأخذ بتلك الانتقادات حتى تمشي في الطريق الصحيح. أما السب والتجريح والانتقادات الهدامة فلن تثني من العزيمة، وسنواصل العمل إن شاء الله، لأنه أساسا أختي أصلا لن تصل للإرضاء، يعني أنك تصل لإرضاء الجميع فهذا شيء خطير. أكيد. لو كان نقول لك يعني وجه رسالة إلى طلبة أو طلبة الجامعيين اللي راهم مقبلين على التخرج باش يولوا صحفيين، حتى صحفيين الصاعدين، وش تقول لهم كرسالة؟ والله بارك الله فيك، سؤال رائع. أنا أقول لهم أنتم صحفي المستقبل، يعني أنتم بما أنكم درستم الإعلام فهذا يعني أنكم مشروع صحفي بعد سنوات، بعد 3 سنوات أو بعد 4 سنوات. الاطلاع هي السمة التي يجب أن يتسم بها أي صحفي. أنت صحفي رياضي لا يعني بأنك لا تعرف ما يحدث في السياسة وما يحدث في الاقتصاد وما يحدث في الثقافة وما يحدث في الفن، التكوين من خلال الثقافة العامة تاعك. يجب أن تكون تملك رصيد ثقافي كبير. لما نتحدث على الاطلاع مثلا أن تتعلق في نهائي كأس العالم أو في نهاية كأس العالم، نتحدث عن المعلقين لأنه ليس معلق، قد يمنح لك المخرج المباراة شخصية سياسية عالمية، إذا كنت مطلع أكيد بأنك تعرفها وتقدمها للجمهور. أما أنك ما تقولهاش وما تعطيش الاسم فهذا شيء محرج بين قوسين، لأنك وجب أن تنقل للجمهور، ولو أنه في بعض الأحيان ليس تتغير ملامح الشخصيات التي تظهر من خلال المباريات خاصة العالمية. نبقى في مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني بلال منذ مدة فقط كتبت عنك إشاعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيل فيها أنك كنت راح تنتقل إلى أحد القنوات الكبرى المتواجدة في دولة قطر، لكنك بعدها كذبت الأمر. سؤالي بلال، هل تنوي مستقبلا الانتقال إلى إحدى هذه القنوات الكبرى مثل نقولوا بيان سبور أو قنوات الكأس؟ تعلمين بأن التلفزيون الجزائري هو المدرسة، بأن التلفزيون الجزائري هو من كون العديد من الأسماء التي تصنع أمجاد قنوات عربية. الإعلامي الجزائري مميز مع نظرائه الإعلاميين العرب باللغة وبأشياء كثيرة. أنا في التلفزيون الجزائري الذي منحني فرصة التعليق على المباريات، أنا أعتبر نفسي حامل المشعل. التعليق على مباريات البطولة شرف، والتعليق على مباريات المنتخب الوطني وسام على صدري، والتعليق على مباريات النوادي الجزائرية كذلك، وأعتز بهذا وأفتخر، خاصة لما تكون القناة التي تعمل فيها هي القناة الأم الجزائرية. أما ما تحدثين عنه عروض مع عروض فهذا يبقى كل شيء بمكتوب الله، يعني لا تدري نفس بأي أرض تموت ولا ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، بمعنى لا أجزم في هذا. أما الآن فأنا أعتبر نفسي مع زملائي أننا نحمل مشعل التعليق، وأننا نتقدم إلى الأمام ونعطي الأفضل، ونمنح التلفزيون التي منحتنا الفرصة أفضل صورة في التعليق، رغم ما يأتينا من ضربات من هنا ومن هناك ومن كذا وكذا، إلا أننا إن شاء الله نحاول أن نكون في مستوى هذه المؤسسة العريقة التي ربت الأجيال. يا أختي، يعني لا تريد التغيير؟ قلت بأنه لا تدري نفس ماذا تكسب غدا. نحن في التلفزيون نحمل المشعل الإعلامي والرياضي، ونرافق مختلف الرياضات ونرافق مختلف النوادي والمنتخب الوطني. فالحمد لله يعني الأمور ماشي في الدنيا هذه
ليس فقط الأمور المادية، يعني لما تكون أبناء وسط أبناء شعبك وأبناء بلدك وأبناء يعني هذا شيء جميل جدا والله. هذه لا تشترى بالأموال يا أختي، فالحمد لله. بكل صراحة، هل أتتك عروض؟ ندور نعود نرجع لك إلى نفس السؤال. أنت تصرين نعم، أنت تصرين على هل تأتي العروض للعمل في التلفزيون الجزائري؟ يمنح لك الفرصة أنك تعمل في أي قناة. التلفزيون الجزائري يكون، يعني فهمت أنك أتتك عروض. نعم، يعطيك الفرصة أنك تعمل في أي قناة. اليوم التلفزيون نعمل، أنت سبق وأن شاهدتني أقدم نشرة الأخبار، وسبق وأن شاهدتني أقدم بلاطوهات، وسبق وأن شاهدتني أقوم بمباشر من مختلف الأماكن، وسبق وأن سمعتني أقوم بالتقرير، كنت يعني صحفي وسبق ملم. وأن نعم. شاهدتني أقوم بإعداد الروبورتاج إلى غير ذلك. هذه الأمور التي نعملها في التلفزيون الجزائري تكونك وتسقلك وتخليك واجد لأي عرض من العروض. كان نقول لك، ما هي أهدافك وطموحاتك مستقبلا؟ هذا ما أردت قوله قبل لحظات، أني هدفي وطموحي أني أحمل هذا المشعل وأكون في المستوى رغم الضربات ورغم الانتقادات الهدامة، ورغم نريد أن نقدم الأفضل وأن نثبت لهؤلاء بأنه رغم المطبات والصعوبات والأمور لما تأتي بالصعوبة وبالمطبات وبالسقوط والنهوض تجي حلوة. وبالتالي دائما أننا نضع مؤسستنا في الريادة مثل ما هي، مثل ما أكثر من 60 سنة منذ استرجاع السيادة على هذا المبنى، مبنى شارع الشهداء. فيما تذكرك سنة 2022؟ 2022 فاش تفكرك؟ 2022 المباراة الفاصلة بين الجزائر والكاميرون. نعم، في البليدة. قبلها كنت علقت على مباراة الذهاب، كنت حاضرا في مباراة العودة. نعم فعلا، يعني في مباراة الذهاب سأقول لك شيء. قبلها أتذكر في شهر مارس هنا في البليدة، قبلها كنا في الكاميرون بملعب جابوما، وكان سقوط المنتخب الوطني بعد التتويج بكأس إفريقيا 2019. جاءت كأس إفريقيا في الكاميرون، حامل اللقب خرج بتلك الطريقة وسقط على ملعب جابوما بواحد من الظهور السيء للمنتخب الوطني، ربما خروج، اعتقد بأننا خرجنا بنقطة وحيدة، وكانوا يتأهلوا 3 منتخبات على المجموعة. كانت ذكرى سيئة. مع ذلك المنتخب الوطني في التصفيات لما وقعته القرعة مع منتخب الكاميرون عاد إلى ملعب جابوما، والإخوة في الكاميرون اختاروا ملعب جابوما، حتى أني كنت بالكاميرون وطرحت السؤال على إيطو صامويل في ندوة صحفية قبل نصف نهائي بين مصر أعتقد والكاميرون. قلت له المباراة الفاصلة ستواجهون الجزائر، هل تلعبون بملعب أولمبي بالعاصمة أم أنكم يواندي أم أنكم ستنقلون إلى ملعب جابوما، وجابوما الأرضية سيئة والرطوبة لا قال لا يهم الإخواتنا الجزائريين سنختار لهم الأحسن، وبالتالي اختار فعلا الأحسن. يعني خدنا الجابوما حتى يفكرنا بتلك الذكريات قبل شهرين. مع ذلك نهض المحارب، وأنا علقت على المباراة وقلت بأن المحارب ينهض، وفزنا بهدف مقابل 0. أكبر المتشائمين لم يكن يتوقع سيناريو العودة في ملعب مصطفى تشاكير. كيف تجرعت الإقصاء؟ إقصاء مر، إقصاء يعني في تلك المباراة التي كنت حاضرا فيها، مع أني شعرت والله أعتقد بأني قمت بعمل فيديو هكا سيلفي لما سجل توبة، ساعدت ولكن أوقفت الفيديو، قلت ما زال الفرحة قلت مع نفسي الفرحة ستكون بعد الصافرة النهائية، ولكن ذلك لم يكتب، لأنه
إيكامبي خطف منا الفرحة بهدف قاتل أشعرني ببرودة تقدر مثل تكون كل الجزائريين. تقدر تقول أنها كانت أسوأ ذكرى؟ أكيد أسوأ ذكرى من ناحية في مشواري المتواضع. تلك المباراة كانت تعني التأهل للمونديال، كانت تعني كنا على قاب قوسين، كنا فزنا في الذهاب، كان عندنا أمل وكل الجزائريين. بدأنا المباراة كنا قادرين نفوز ب3-0 في 20 دقيقة الأولى، ظروفها إلى غير ذلك، حتى أننا وجدنا نفسنا نخرج أمام أضعف نسخة لمنتخب الكاميرون مع احتراماتي له. فاز علينا واخطفنا التأهل في مونديال قطر الذي كان سيكون استثنائي في دولة شقيقة وعزيزة وفيها العديد من الجالية الجزائرية، كان سيكون، ولكن الخير فيما اختاره الله. مع ذلك طوينا تلك الصفحة ولان المنتخب الوطني بحول الله بخطى ثابتة إلى المونديال عائدين. بلال، خلاص يا ربي خلاص. خلاص يا ربي خلاص. خلاص يا ربي خلاص. نعم. كم استمعت هذه العبارة، أصبحت علامة مسجلة باسمي على ما أعتقد. خلاص يا ربي خلاص. حكينا عليها شوية، يعني كيفاش نسيت روحك وعلقت بتلك الطريقة. لما أنسى روحي. شكون قال لك نسيت روحي؟ ما نسيتش روحي. ما نسيتش روحي. عبارة خرجت من القلب ونابعة من أعماق قلبي، لأنه كما أشرت في هذا الحديث قلت بأنه لما يعلق المعلق على نادي جزائري يمثل الجزائر والمنتخب الوطني يتحول إلى مناصر مع مراعاة بعض الحقائق اللي لازم يقولها. أنا علقت على مباراة ممثل جنوبنا الكبير الرائع شبيبة الثورة. نعم. بملعب 8 ماي 45 أمام نادي سبورتينغ نعم الإيفواري. نعم. شبيبة الثورة كانت انهزمت في مباراة الذهاب بهدف مقابل 0. عليها أن تسجل هدف هنا على الأقل حتى تعدل النتيجة. مباراة كانت من دون جمهور وفي وضح النهار هكذا، في مباراة شبيبة الثورة خلتني نعيش معها بمشاعري لأنها كانت مسيطرة على كامل أطوارها. محاولات متكررة في كل مرة على الجهة اليمنى واليسرى. حارس الفريق الإيفواري كان يرد الكرات، القائمة العارضة ترد. حكم المباراة لم يكن نزيها لأنه ألغى هدف، فعلا هدف كان في وضعية تسلل ببضع سنتيمترات، ثم ألغى هدف لم يكن متسللا. في الشوط الثاني استمر نفس السيناريو وشبيبة الثورة لم تعدل النتيجة بعد، سجلت هدفا من وضعية صحيحة لم يحتسبها. ظلم تحكيمي. في اللحظات الأخيرة ركلة جزاء، لمسة يد وأنا أعلق لم يحتسبها. حسبي هدف، ركلة جزاء، مجزرة تحكيمية. في سياق حديثي يعني شعرت بالإحباط وذلك الظهر والاستياء من حكم لم يحتسب هدفا ولم يحتسب ركلة جزاء. قلت خلاص هذا الحكم هكذا، هذا الحكم لن يمنحنا حقنا لأننا حاولنا سجلنا ولم يحتسب ركلة جزاء. تيقنت بأنه حقرنا، جاء من أجل عدم السماح لنا بالمرور. في ذلك السياق كنت أقول خلاص يا ربي من هذه المباراة المتعبة، لأنه في ظل هذا كان القائم يرد العارضة وأنا بمشاعري سددها لاعب شبيبة الثورة، أعتقد بأنه حامية أو عمر ملال بتسديد. خلاص يا ربي خلاص، ضربها بقوة، دخلت في ضربت في العارضة في العارضة. ودخلت. المخرج أعاد ولم يحتسب لها. خلاص يا ربي خلاص. العبارة التي كنت أعلق بها عما سبق هي التي صاحبت تلك التسديدة التي ذهبت قوية، وفي غياب الجمهور لم يكن صخب جماهيري حتى ما تكونش العيطة كما نقولوا احنا بالعامية واضحة.
فخلاص يا ربي كنت أبكي. دخلت الكرة ولم يحتسب الهدف، خلاص يا على بهذه الطريقة عشت المباراة بمشاعري، مع إقراري بأن خاماتي الصوتية زادت عن اللزوم نوعا ما. أنا كمعلق علي لا أتجاوز بخاماتي الصوتية مستوى حتى لا تتغير نبرة صوتي وتبقى نبرة صوتي في تلك اللقطة جازت. هي الوطنية اللي خلت معليش جازت، ومع الجمهور ما كاش صاخب جماهيري كانت واضحة للجمهور. الجمهور الآن العالم الميمز 30 ثانية تأخذها، وهذا هو المستوى التالي، وخلاص يا ربي خلاص، ومن بعد الحمد لله خلاص يا ربي خلاص يا ربي خلاص، والحمد لله ما زال هناك العديد. لما نتحدث على هذه قلت لك بأنها عفوية وبأنه سيرورة المباراة إلى غير ذلك، ولم أندم عليها والله. تلقيت التهاني من إدارة شبيبة الثورة على صرخة الظلم وعلى الوطنية وعلى تشجيعهم، وبإمكانكم أنهم تسألون زرواطي الذي قال لي هل أرسل لك التهنئة، هل قلت له لا تهنيني لا شيء، الأمور راي ميمز وفيسبوك، معليش شكرا على وقفتك، ولكن تبقى 30 ثانية من ساعة و90 دقيقة فقط. ليس بذلك يمكن أن نحكم على مستوى أي معلق، وهذه تحدث مع كبار المعلقين. نعم، ويعتذرون في بعض الأحيان، ولكن معليش احنا نتماشى ما هو موجود في عالم يعني التواصل الاجتماعي. نعم، يعني واجهت عالم الميمز، حتى يعني التنمر معليش ككل باقي المعلقين سواء في العالم العربي أو حتى عالميا. حتى احنا يعني تاني نواجهوا التنمر، نواجهوا الميمز. قل بلال كيفاش يعني تتفادى هذه الأشياء؟ شوفي أختي الكريمة، لا يمكن أن أتفادى. أنا لا أعمل من أجل أن أتفادى، أنا أعمل بضميري. أكيد عندي مباراة وجب أن أحضرها، عندي مباراة نحضر أرقامها، نحضر تاريخها، نحضر تاريخ المواجهات إلى غير ذلك هو عملي. وفي بعض الأحيان تحضر 3 صفحات أو 4 صفحات، وسيرورة المباراة لا تمنحك الوقت لأنك تعطي ذلك التاريخ وتلك المعلومات، وهذا شيء معروف. أما أن أتفادى زلة لسان فلا يمكن. أنا بشر بإمكاني أن أخطئ اليوم وغدا وسأخطئ. لا يعني حبيت نقول كيفاش تتفادى ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي، فهمتني؟ لا يمكن أن أتفاداه. اليوم نحن في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، هم أحرار، لا يمكن أن أقول، ربما أحرار يكتبون ويعلقون، ونحن كأسماء عمومية علينا أن نتقبل، وعلينا أن لا نرد، وعلينا أن نواصل ونحاول أن نطور من نفسنا، ونحاول أن نحسن من أدائنا، ونحاول أن نأخذ بملاحظات العارفين وبانتقادات الخبراء، والتوجه نحو الأمام. لأنه لو في كل مرة تلتفت وفي كل مرة تبقى تلتفت لهذه الانتقادات اللاذعة والسب والتجريح، فأكيد بأنها ستنال من معنوياتك، وتنال من نفسيتك، وتنال من مجهودك الفكري والبدني، ولن تستقوى على المواصلة. إن علقت على مباراة وأخطأت في تقديم معلومة، بكل شجاعة أخرج بعدها وأعتذر. لما أعطي رقم خطأ أو معلومة خاطئة، وجل من لا يخطئ، أعتذر ومعذرة منه سبق وان حدث هذا. أما عن الطريقة إلى غير ذلك ونحن لا نحبذ وكذا وكذا، فهذه لا يجب الاستمرار وفقط، ومحاولة أنك تكون في المستوى وتعمل النقد لذاتك، لوتوكريتيك، قبل أن يعمل لك ذلك، وتحاول أن تطور في نفسك من مباراة لأخرى، فهكذا. والاعتذار من شيم الكبار. أكيد. نعم. إذن بلال قل لي، لما تكون عندك مباراة مثلا اليوم أو غدا عندك مباراة، كيفاش يعني تشد ورقة وستيلو تبدأ تحضر، أو يعني تروح مباشرة للمباراة وتبدأ تعلق؟ يعني احكينا كيفاش. أقول لك. نعم. اليوم لما نعلق على مباريات البطولة، أنا
عندي سنوات وأنا نعلق على البطولة، نعرف المولودية ونعرف الاتحاد ونعرف تاريخ المولودية، نعرف المولودية وألقابها ونعرف المولودية وتاريخها، هذا شيء معروف. علينا الآن ببداية الموسم الاطلاع على الاستقدامات اللاعبين، من أين أتى اللاعب، تحضير المعلومات عن اللاعب، بعض الأمور التي يجهلها المتابع أنك تنوره. مثلا هذا اللاعب الذي سبق وأن نشط في نادي نقولوا جاء من أوروبا ولا لعب في ميلواسي، تخليها في ميلواسي، وهذا اللاعب يلعب في ميلواسي اليوم، ومن بعد تعطيه المعلومة تقول بلي لعب في الرديف ولعب في صنف من الأصناف، تلقى تكوينه، تعطي المعلومات التي تهم الجمهور. هذا من ناحية التحضير. أما من ناحية المباراة والوصف، في بعض الأحيان رتمها ونسقها العالي الذي يشبه مباريات الدوري الإنجليزي في بعض الأحيان، فالعفوية تجبرك يا عدلان قد يورا تعال وأعد اكتشاف مباريات الدوري الإنجليزي في الدوري الجزائري. ربما هذه العبارة أيضا أحدثت ضجة عند الجمهور وأنا قلتها. لم هنا تدخل في التعليق والتفاعل مع المباراة. اليوم موسى مرر الكرة لعيسى وعيسى مرر الكرة لعبد القادر، فهذه أنت شافية لست معلقة في كرة القدم بإمكانك أن تقوليها. التعليق اليوم كما نقول دائما هو تحضير أكيد، وذكاء وسرعة بديهة ودقة ملاحظة وعبارات رنانة وعبارات بإمكانك أنك تكسب بها الجمهور. فما الضير وما الضير في أن أقول لعدلان قديورة نعم في بعض الأحيان الأجواء الخرافية التي يصنعها أنصار نوادينا أفضل بكثير من الأجواء التي نشاهدها في الدوري الإنجليزي. لماذا في إنجلترا وكأنك في مسرح تشاهد المباراة تسفيقات ومباراة الكل. أمي في أنصار نوادينا اللوحات والتيفو والآزيج إلى غير ذلك. وفي مباريات أخرى ولما نتحدثوا عن المباراة لما لا تتوقف وتكون فيها الأهداف، فالدوري الذي الأكثر تهديف هو الدوري الإنجليزي. وهو ما جعل لي أشبهه في الدوري الإنجليزي، مع أنه المستوى الفني للبطولتين حتى المادي راه فرق كبير. اليوم البطولة الإنجليزية هي الأقوى والأفضل في العالم لأنه فيها استثمارات وأموال إلى غير ذلك. سنة 2019 يعني من منا لا يتذكر سنة 2019؟ أنت فاش تفكرك؟ 2019 فعلا واحدة من المحطات الرائعة والجميلة والتي أفتخر وأعتز بها وأتذكرها. لماذا؟ لأني كنت شاهدا على تتويج المنتخب الوطني بالنجمة الثانية. نعم، بالنجمة الثانية بعد طول انتظار قاربت 30 سنة، 3 عقود، 29 سنة بالتمام والكمال، ومن أرض مصر الحبيبة وب24 منتخب أننا عدنا بعد طول انتظار. وأنا شاركت يعني وحضرت تلك اللحظات، فذلك شرفني كثيرا وبقي في ذهني. بلال، كنت يعني عملت من سنة 2007 قلت لي في أولى بدايتك حتى يعني إلى يومنا هذا، كان لك الحظ وتعاملت مع الكثير من المدربين على غرار الشيخ رابح سعدان، غوركيف، حالي لوزيتش، اللي جاب لنا نجمة ثانية جمال بالماضي، رابح ماجر. سؤالي من هو أفضل مدرب تعاملت معه خلال تلك السنوات؟ والله لما أنت تحدثتي على مدربين كبار، مدربين لم يتركوا فقط بصمتهم على الساحة الإفريقية وإنما الساحة العالمية، تحدثتي وحصرتي أسماء هؤلاء المدربين، دعيني أوجه لهم التحية كل باسمه، ولكن كل عمل في فترته وترك بصمته. شيخ المدربين رابح سعدان أعادنا من غيابات النتائج السلبية، من غيابات الجب. رابح سعدان بعدما كنا لم نتأهل إلى كأس إفريقيا 2006 و2008
جاء وقادنا إلى المونديال بعد 24 سنة من الغياب. آخر مونديال شاركنا فيه قبل ما يجي رابح سعدان سنة 86 كان هو. بعد ذلك 24 سنة لم نتأهل. جاء رابح سعدان بما كان يملك من إمكانيات ومن تشكيلة، أهلنا في ملحمة كروية تبقى خالدة وتاريخية أمام واحد من أقوى المنتخبات بل أقواها إفريقيا. رابح سعدان فاز وتأهل أمام منتخب كبير ومدرب كبير له هو المنتخب المصري، فأعادنا إلى الواجهة سنة 2009 ثم تأهلنا إلى المونديال ولعبنا المونديال. بالتالي الروح المتواجدة عليها اليوم المجموعة هي استكمال لما قام به، يعني ولو أنه يجب أن نتحدث عن المنتخب الوطني من منتخب جبهة التحرير الوطني إلى الجيل الثمانينات وجيل التسعينات. لما حصرت سؤالك بين هؤلاء المدربين رابح سعدان وعلي لوزيتش وغوركيف وبالماضي، أقول بأن رابح سعدان حتى رابح ماجر نعم رابح سعدان أعادنا إلى الواجهة. علي لوزيتش واصل العمل الذي قام به رابح سعدان، كان له تعثر وتأهلنا إلى المونديال أيضا وتأهلنا إلى الدور الثاني. غوركيف أعطانا طريقة لعب كبيرة والمنتخب الوطني أصبح بتيكي تاكا هكذا يقول العارفين، يعني كنا نسجل أهداف كثيرة ثم غادر. رابح ماجير تجربته مع المنتخب الوطني لم تكن طويلة ولم تكن ربما في ذلك الطموح الذي كان ينتظره الجمهور. فأتى جمال بالماضي الذي عرف كيف يعيد شحن لاعبيه وأهدى الجزائر هو الآخر النجمة الثانية بعد تقريبا 30 سنة. نعم. وهكذا هي سنة الحياة، لو دامت للأول لما وصلت لبيتكوفيتش بعد جمال بعد تعثرات وجب التغيير، فجاء التغيير والآن بيتكوفيتش هو على رأس العارضة الجديد. نعم. يعني المنتخب الوطني في الطريق الصحيح سواء في تصفيات كأس أفريقيا أو في كأس العالم، وجب الوقوف خلفه من أجل تحقيق المبتغى. كنا بالتالي ربما لو نخير كل عنده إنجازه يعني بالنتائج. رابح سعدان أعادنا إلى المونديال ولعبنا أيضا نصف النهائي. علي لوزيتش أهلنا المونديال ولعبنا الدور الثاني. رابح ماجير لم نحقق ربما ذلك الإنجاز ولم يلعب هو منافسة قارية. بالماضي جاب لنا كأس إفريقيا وتعثر في التأهل لكأس العالم، وننتظر إن شاء الله التوفيق للمدرب الجديد. فكل ووقته كل، ولست مؤهل ربما للحكم على مستواهم ولكن النتائج هي التي تتحدث عن نفسها. بالمناسبة نتمنى له التوفيق وللمنتخب الوطني الجزائري. من خلال الكواليس كنا تحدثنا على الألعاب الأولمبية، قلت لي أنك كنت يعني متواجد في باريس. لا في باريس لا علقت من التلفزيون الجزائري على ربع نهائي مصر ومنتخب الباراغواي، يعني كيف كانت التجربة؟ نعم، يعني كما أشرتي أختي الكريمة، التلفزيون دائما ما يحرص على الحصول على حقوق البث هذه المنافسات، يعني مجهودات كبيرة تبذل في الخفاء من أجل الحصول على سواء تصفيات كأس إفريقيا أو نهائيات كأس إفريقيا، نهائيات كأس العالم الألعاب الأولمبية التي كانت لدينا أيضا حقوق البث فيها، وكانت عندنا مباريات كرة القدم والأشقاء المصريين تابعوها، ولأنه كان المنتخب المصري الأولمبي كان يشارك في هذه النهائيات تابعها من خلال تلفزيوننا وقناتنا السادسة. علقت على مباراة من مبارياته أمام باراغواي كانت صعبة، فتفاعلت ووقفت إلى جانب، وهذا شيء أقل شيء يمكن أن نقدم لأخوة في العروبة وفي الإسلام.
فهذا أثلج صدورهم وأسعدهم كثيرا وشكروني وسعدوا، وأنا فرحوا بزاف. فرحوا، وأنا يعني قلت بأني قمت بواجبي وأتمنى لهم التوفيق طبعا. وللحديث عن مستوى المنتخب الوطني الجزائري بتواجد المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، لو نقول لك كيف ترى مستوى منتخبنا حاليا بقدوم هذا المدرب؟ ما نقولكش نحكموا عليه، ولكن عنده يعني مباريات معتبرة، يعني حوالي 6 مباريات لعب. نعم، فاز في 4، تعادل في مباراة، وإن هزم في أول مباراة. السؤال الآن لك، يعني نتائج في صالحه أكيد. يعني لو نتحدث من ناحية النتائج، هو تعثر في مباراة أولى في تصفيات كأس العالم. الحكم عليه في 6 مباريات من غير المنطق ومن غير العدل. المدرب هذا بيتكوفيتش قبل أن يحضر الجزائر أكيد بأنه درست العديد من السير الذاتية. مدرب قلنا بأنه مر على لاتسيو روما، ومدرب درب المنتخب السويسري، وكان أنجح مدرب مر على المنتخب السويسري بوصوله إلى ربع نهائي كأس العالم وحتى كأس الأمم الأوروبية. فاز على منتخبات عتيدة، ولكن لما يأتي إلى الجزائر تعرف بأننا لأن 40-45 مليون مدرب، الكل يدلي بدلوه والكل ينتقد. حتى جمال بالماضي قال لك احنا في الجزائر 45 مدرب. معليش 45 مليون. اليوم هذا المدرب بدأ بطاقم فني وفي الطريق الصحيح، حقق نتائج إيجابية، متصدر مجموعة المونديال ومتصدر مجموعة كأس أفريقيا، فاز في خارج الديار. يجب أن نقول بأننا أكيد كنا نتعب من أجل الفوز في أفريقيا، فأصبحنا نفوز براحة تامة. آخر فوز في لايبيريا ب3 وقبله في موزمبيق، وبالتالي النتائج في صالحه وهو في طريق الصواب، ونتمنى له كل التوفيق. والمبتغى التأهل لكأس أفريقيا والتأهل طبعا إلى كأس العالم. وبالنسبة للبطولة الوطنية هذا الموسم راح نشوفوا منافسة قوية شرسة بين نقولوا حوالي 4 أو 5 أندية، يعني مولودية الجزائر اللي قامت باستقدامات الموسم، شباب بلوزداد، شبيبة القبائل، حتى مولودية وهران، اتحاد العاصمة، خلينا نزيد نقولوا قسنطينة. شيء جميل جدا، يعني عندك نوادي مثل هذه كلها تقريبا في نفس المستوى وبنفس الإمكانات المادية تقريبا. هذه النوادي التي عندها شركات وطنية، ونتمنى أن تصل هذه الشركات لباقي النوادي المحترف في القريب العاجل وتحصل على الدعم إن شاء الله، وسيصلها، لأن شأن بعض النوادي في القسم الثاني. تحدثت عن الاستقدامات نوعية بعودة عناصر دولية في صورة سليمان، نعم، في شباب بلوزداد، دولار في المولودية، رياض بودبوز وشبيبة القبائل، مصطفى زغبة. كل هذه الأسماء الثقيلة تزيد من مستوى الفني للبطولة. هذا من ناحية الفرق، يعني شيء آخر يزيد من التنافسية ومن يعني الإشهار لبطولتنا هي المنشآت الرياضية التي أصبحت في خدمة الشباب وفي خدمة هؤلاء اللاعبين. ملعب الراقي، نتحدث على ملعب المجاهد الراحل حسين عيد أحمد، ملعب ميلود هدفي اللاعب الدولي السابق أيضا الراحل، والشهيد علي لابوانت، وكذلك بالراقي الرمز نيلسون مانديلا ببراقي، إضافة إلى ملعب 5 جويلية، ثم ملعب شهيد حملاوي. كلها منشآت رياضية من أجل التسويق للبطولة، سواء من الناحية الفنية ومن ناحية الفرجة. لذلك أعتقد بأنه هذه النوادي التي قامت باستقدامات والتي عندها الإمكانيات المادية ستنافس على الأدوار الأولى، ولكن هذا لا يجعلني بتاتا أشك في قدرة اتحاد خنشلة، نادي بارادو، جمعية أولمبي شلف، مولودية البيض. هي النوادي اللي ما عندهاش شركات وطنية، شركات ستنافس وستكون بمثابة الأحصنة السوداء في البطولة، وسيقول الجمهور بأنه شاهد هذا الفريق بإمكانيات مادية قليلة فاز على الفريق الفلاني، لأنه مستوى اللاعبين متقارب مع تمنياتنا للنوادي التي تدعمت بأسماء كبيرة أنها
تستعرض قاريا وأنها تمثلنا جيدا في المنافسات القارية. بحضور هذه الأسماء الكبيرة على غرار أندي ديلور اللي متواجد في مولودية الجزائر، إسلام سليماني هداف المنتخب الوطني الجزائري واللي راهو متواجد حاليا في شباب الوزداد، يعني ولاعبين آخرين على غرار مصطفى زغبة، لمن سيكون اللقب لهذا الموسم؟ هل المولودية في رأيك راح تحافظ على لقبها أم أنه الحديث عن التتويج باللقب وهوية المرشح للتتويج باللقب سابق لأوانه؟ لعبنا جولة واحدة، ربما بعد 7-8 جولات تبدأ الرؤية تتضح، مع أنه ربما السهولة لن تجدها المولودية في الحفاظ على لقبها، ولن يجدها شباب الوزداد، لأنه شبيبة القبائل تريد العودة إلى البطولة. الشبيبة لم تتوج منذ سنة 2008 بالبطولة الوطنية، كذلك اتحاد الجزائر حتى استقداماته رائعة. مولودية وهران هذا الفريق وهذه المدينة الكبيرة بملعب أيضا يريد أن ينافس على الأقل النادي الرياضي القسنطيني ككل مرة، الوفاق بتاريخه، شبيبة أو جمعية منبي الشلف بتقاليدها، شبيبة الثورة. البطولة هذا الموسم ستكون صعبة، والحكم على هوية المتوج بها لن يكون إلا بمرور 19 جولات. في بداية أولى الجولات شفنا الفار حاضر، كيف تعلق؟ الفار الغدار، الفار الذي سيأتي بالخبر السار أكيد إن شاء الله يا ربي. طبعا تقنية الفار مهمة جدا في البطولة الوطنية. تقنية الفار ستقلل من الأخطاء التحكيمية وستساعد الحكامنا حكام النخبة على اتخاذ القرارات اللازمة من خلال العودة إلى تقنية الفار. وهنا أشير إلى أن التلفزيون رافق الاتحادية في وضع وهذه التقنية في مختلف الملاعب التي بإمكان أنها تحوز هذه التقنية. فتقنية الفار مهمة، ولكن رسالتي حكام غرفة الفار عليهم أن يساعدوا الحكم الساحة الذي يعود للتقنية، لأن الأمر، وهذه وجهة نظري تخصني، لأن الأمر نفسي بدرجة الأولى. ذلك الحكم يكون أمام 70,000 متفرج ينادى عليه للحكم على لقطة من لقطات أمام 70,000 متفرج، قد ربما يخطئ حتى في الحكم لأنه شيء نفسي، ربما الخوف، ربما يخاف يتسرع، ربما اللقطة واضحة. وبالتالي وهذه رسالة ورأي، يعني حكام الفار هم من يشاهدون اللقطة بأكثر ارتياحية من خلال الغرفة، وبالتالي القرار في اعتقادي يكون عندهم أفضل، لأنهم في أفضل رواق وفي أحسن رواق من الحكم الذي يكون، خاصة وأنه تقنية الفار وحكام الفار يا زميلتي شافية ليس من هب ودب، يعني بإمكانه أنه يعود لتلك التقنية هكذا ويأخذ القرار فيها. صحيح أنه الاتحادية تعمل ولجنة التحكيم تعمل على التكوين وأرسلت 50 حكم إلى القاهرة من أجل التكوين، ولكن هذا الأمر غير كافي. علينا المواصلة حتى الحكام لا يهابون هذه التقنية، والمساعدة تكون من غرفة الفار اللي فيها الحكم الفيفا دمبراهم وكذلك قراري مقران. هؤلاء عندهم خبرة وعندهم تجربة، وإن شاء الله من خلال التكوين المستمر تصل للحكام حكام النخبة توجه من أرضية الملعب إلى الخارج للحكم على الشاشة. قد لا تكون هذه في متاحة لكل الحكام، وبالتالي المساعدة من تقنية الفار لاتخاذ القرار لازم. مع ذلك نبارك هذا القرار الذي يساعد في تطوير البطولة وتقليل الأخطاء التحكيمية والتسويق لبطولتنا الوطنية. ولما حضرت المنشآت الرياضية تحضر الإمكانيات التقنية أيضا معها. سؤال أخير أو قبل أن نختتم لقائنا لنهار اليوم، بلال، هل تعتبر نفسك معلق رياضي ناجح؟
هل حققت النجاح بعد أم لا؟ هذا أصعب سؤال قد يتبادر إلى ذهني. شوفي، أدري كيف يقاس النجاح في هذا المجال، ما أقدمه بضمير وباحترافية، وأعي جيدا ما أقوم به من خلال التعليق على المباريات. أعتقد بأنه هذه بين قوسين، بما أنه فيها الانتقادات وبما أنه فيه السب والشتم، فأنا في الطريق الصحيح. لو ربما لم أكن كذلك لا الأمر عادي. أما هذه الانتقادات اللاذعة خاصة فهي تمنحني رسالة مفادها أني في الطريق الصحيح، لم أصل بعد، وهذا الطريق لا ينتهي، لا يمكن أن تصل. في عالم الإعلام بصفة عامة لن تصل إلى مكان تقول لي أنا اليوم أنا وصلت، لا. الحكم للجمهور والتعامل مع الجمهور، من هذا الباب أتلقى التشجيعات في الواقع والحمد لله، وأتلقى التقدير والاحترام مع إخواني خارج في الشارع في كل مكان. نجحت ما نجحت أحاول أن أعطي أفضل ما لدي، لأنه النجاح ليس مقترن بنقطة معينة وجب الوصول إليها، حتى وإن كان هناك من يخطئ في حقك أنت كإعلامي وكمعلق رياضي. سيأتي اليوم الذي يقول فيه بأنه فعلا هذا معلق كان يعي ما يقول. والأهم من هذا أنك تكون واثق من نفسك من خلال العمل الذي تقوم به وفقط. كلمة أخيرة تقولها تختتم بها؟ والله أشكرك على هذا الحوار، يعني حوار كان صعب شوية، يعني كانت في بعض الأسئلة يعطيك صحة شفية. شكرا لك على إتاحة هذه الفرصة من أجل ربما أني أفضفض قليلا مع جمهوري الكريم من خلال قناتكم الفتية قناة رؤيا. شكرا. سنعمل على أننا نكون في المستوى، والأخطاء ستكون ولن تتوقف، وجل من لا يخطئ. وربما المهم أني أركز على شيء، أنه الأخطاء هذه تحدث بعفوية وفي بعض الأحيان خارجة عن النطاق، ولن نتوانى في الاعتذار، وإن شاء الله نستمر ونحمل مشعل الإعلام الرياضي وإعلام المعلق إلى الأمام، ونشارك كل في مجاله في بناء الجزائر الحبيبة إن شاء الله، الوطن نعم. الذي يسكننا قبل أن نسكنه. نعم. ومن هنا أنا أقول لك شكرا لك على هذا الحوار الشيق. إن شاء الله ما تكونش المرة الأخرانية، إن شاء الله نزيدون نتلاقى ونتحاوروا إن شاء الله. إذن شكرا بلال. ومن هنا مشاهدينا الكرام نقول لكم أننا قد وصلنا إلى نهاية حوارنا الخاص لنهار اليوم. نلتقي في حوار آخر، وإلى اللقاء.